في خطوة فسرت بأنها تسمح بممارسة الزنا. بدأت السلطات الإماراتية إصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء. إصدار الشهادات يأتي تطبيقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أصدره الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بموجب مرسوم ينظم تسجيل المواليد والوفيات في دولة الإمارات. المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي يعترف بحق الأطفال في الحصول على شهادة ميلاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للوالدين، أو ما إذا كان الأب معروفا أم لا. ولا يسمح المرسوم للأم التقدم بطلب لتسجيل المولود عبر السلطة القضائية من خلال نموذج بيانات مفصل لمقدم الطلب، ومن خلال هذا الطلب بأنها الأم الفعلية للمولود مرفقة أوراقا ثبوتية ووثائق تتعلق بتقرير الولادة في المستشفى. وترسل الأم هذه الأوراق إلى المحكمة التي تبت في الطلب خلال أيام، وتطلب من وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد. وتكون الأم مطالبة بتقديم وثيقتين هما إشعار الولادة ونسخة عن الهوية الإماراتية وجواز السفر. ولا ينظر القانون في كيفية ولادة الطفل، أو ما إذا كان الوالدان متزوجين بالأصل، لكن ينظر من خلال حق الطفل في الحصول على هوية خاصة، كما نقلت صحيفة الخليج تايمز عن خبير قانوني دون أن تذكر اسمه. ووفقا للمادة 7 من قانون الأسرة الإماراتي، لم يعد الزواج شرطا لتسجيل الطفل، وبدأ تنفيذ ذلك في أبو ظبي عام 2020. وبموجب نظام الزواج المدني الجديد، يسمح القانون للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبو ظبي، والخدمة مقدمة فقط من قبل عاصمة الإمارات العربية المتحدة. ويمنح السائحون فرصة للحصول على شهادة الزواج المدني. أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة للسلطات الإماراتية كونها تحرض بشكل مباشر على الزنا. فقال أحد الناشطين: لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكتب محمد: ويأتي شخص رأسه مربع ويقول لك الإمارات تسير على خطى الصالحين. وغرد زكي: لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال الطريفي: فك الله أسره، أعظم من الفساد هو التشريع للفساد، نسأل الله العافية والسلامة. وشن ناشط هجوما على السلطات حكومة القوادة. وكانت السلطات الإماراتية قد قررت في وقت سابق إلغاء قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج. وعممت الحكومة الإماراتية بيانا أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، الحمل خارج إطار الزواج. ويسمح للآباء غير المتزوجين في هذه الحالة بالحصول على استمارة تتيح التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج. وكانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية والتعليم. في سياق متصل، كشفت مصادر متعددة لموقع ميديا الاس اي البريطاني عن تنفيذه مبادرة سرية من قبل الإمارات العربية المتحدة ومصر لتجنيد وتدريب ما يقرب من 3000 شاب صومالي. وقالت المصادر أن عملية تدريب الشبان بدأت منذ أشهر، حيث حصل المجندون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عاما على وعود بوظائف جيدة الأجر، مع إرسال العديد منهم بالفعل إلى مصر للتدريب العسكري، في حين دفعت أجرهم الإمارات العربية المتحدة. وبحسب المصادر فإنه من المرجح أن ينظر إلى المبادرة بريبة في إثيوبيا المجاورة التي تخوض خلافا مستمرا مع القاهرة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، وكذلك في تركيا وقطر اللتين تتمتعان بنفوذ في الصومال في السنوات الأخيرة. ونقل تقرير الموقع البريطاني شهادات عن بعض أهالي المجندين، حيث أنهم من بين أولئك الذين تم إيواؤهم في ثكنة دامانيو في مقديشو الشقيق الأصغر لمصطفى عبد الله. وقال عبد الله أنه يشعر بالقلق على شقيقه الأصغر الذي طلب عدم ذكر اسمه، وهو سائق عربة ريكشا سابق يبلغ من العمر 28 عاما. وعبر عبد الله عن غضبه الشديد من السلطات لإقناع شقيقه الأصغر بالانضمام، وهو ما يعتقد أنه فعله من أجل إعالة ابنته الصغيرة. وقال عبد الله: بصفتي شقيقه الأكبر الذي قام بتربيته، لم يخطرني عندما كان يغادر، ونحن قلقون عليها. وأضاف: علمنا الآن أنه يعاني في معسكر في مقديشو، ومن المتوقع نقله إلى مصر للتدريب العسكري. وأضاف عبد الله الذي يعيش في بيدوة، وهي مدينة في جنوب الصومال، أنه علم أيضا أنه حصل على وعد براتب يبلغ حوالي $500 شهريا. وعلى عكس شقيق مصطفى، تمكن مجند آخر يدعى محمد طلب حجب اسمه الحقيقي من الفرار من المخيم في الساعات الأولى من يوم السبت.
وقال محمد الذي احتجز مع شقيق مصطفى والذي صودر هاتفه الذكي عند وصوله أنه لم يستطع تحمل الظروف القاسية في المخيم بما في ذلك نقص الطعام والمرافق الطبية الكافية. وأكد محمد على أن الظروف كانت سيئة للغاية لدرجة أن 5 من المجندين ماتوا في منتصف أكتوبر تشرين الأول. وأوضح أنه تم تجنيد ما يقرب من 120 من بيدوة في منتصف شهر سبتمبر تقريبا، وتم إبلاغنا بأننا سننقل إلى مصر للتدريب. وتابع: اخترت الانضمام منذ أن قيل لي أن هذا يدر المال. كنا حوالي 2000 مجند في المخيم. وأضاف أن مسؤولا أمنيا صوماليا كبيرا أبلغهم بأن الإمارات تعيد إحياء وجودها الأمني في الصومال وأنهم سيتوجهون قريبا إلى مصر للتدريب. وبحسب الروايات فقد خضع المجندون ومعظمهم من عائلات فقيرة لفحوصات طبية وأمنية شاملة قبل تجنيدهم والتسجيل لإعالة أحبائهم في بلد يعيش فيه ما يقرب من 7 من كل 10 أشخاص في فقر. وتحدث كبار المسؤولين في الحكومة الصومالية المطلعين على هذا الأمر شريطة عدم الكشف عن هويتهم قالوا لموقع ميديا الاست آي أن الأفراد يقومون سرا بالتجنيد في مكتب الرئيس بالتعاون مع أفراد أمن من الإمارات العربية المتحدة ومصر. وقال زعيم سياسي صومالي رفيع المستوى: لقد جندت أكثر من 50 منهم من عشيرتي وتم نقلهم إلى العاصمة لمتابعة العملية. ولفت إلى أن العديد من العشائر غير مشاركة، وأنا أفهم أن هذا المشروع مشترك حيث ستمول الإمارات العربية المتحدة العملية بالكامل بينما ستنفذ مصر التمرين التدريبي. من جانبه قال ضابط أمن صومالي بارز مشارك في عملية التجنيد: صحيح أن الإمارات ومصر تجندان قوة الأمن ويتم طردهما من العشائر في المناطق الريفية ووحدة الشرطة والجيش. وقال الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التدريبات أجريت في كل من مصر وداخل الصومال وخاصة مدينة بوساسو الساحلية حيث يوجد لدى الإمارات العربية المتحدة منشأة تدريب وحيث سبق لها تدريب قوات مشاة البحرية التابعة لولاية بونتلاند. وقالت المصادر أن عددا كبيرا من المجندين سافروا بالفعل إلى مصر. وتظهر صورا حصل عليها موقع ميديا الاست آي مجندين شبان يرتدون ملابس رياضية زرقاء ويحلقون رؤوسهم في مصنع حلويات سابق أصبح الآن معسكرا عسكريا قبل نقلهم إلى ثكنة دامانيو في مقديشو. وأكدت مصادر مقتل نحو 10 من المجندين الجدد مطلع الشهر الماضي عندما استهدفهم أعضاء من جماعة الشباب المسلحة في تفجير انتحاري بالمقارنة مع الرواتب العسكرية الحكومية حيث يتقاضى المجندون حوالي $200 شهريا. يعتقد أن القوات التي تدربها الإمارات تكسب $400 على الأقل شهريا وهو حافز قوي لأولئك الذين يقررون الاشتراك. وعلى عكس القوات في الصومال التي دربتها تركيا علنا ظل التجنيد من قبل الإمارات ومصر طي الكتمان. وقد تم تحذير المتورطين من تبادل المعلومات حول حملة التجنيد مع أي شخص آخر على الرغم من حقيقة أن هذا التجنيد السري ليس جديدا على الصومال. وبعد أن تمتعت بعلاقات جيدة في السابق تراجعت العلاقات بين الإمارات والصومال بعد أن رفضت مقديشو دعم التحالف الذي تقوده السعودية ضد قطر وبدلا من ذلك اختارت الحياد. في إبريل نيسان 2018 صدرت الحكومة الصومالية عدة أكياس نقود تحمل قرابة $10 ملايين من طائرة وصلت إلى مطار مقديشو قادمة من أبو ظبي. ووصفتها الحكومة بأنها أموال قذرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد. في الشهر نفسه أعلنت وزارة الدفاع الصومالية أنها ستقطع جميع العلاقات العسكرية مع الإمارات مع تولي الحكومة الصومالية مهام التدريب والتمويل وإعادة توزيع القوات التي كانت تحت رواتب الإمارات. ودفعت هذه الخطوة الإمارات إلى سحب مدربيها العسكريين ومعداتها من مقديشو. وسعت الإمارات بعد ذلك إلى إقامة علاقات أقوى مع أرض الصومال وبونتلاند في منطقتي الصومال المتمتعة بالحكم الذاتي. ومنذ شهر أكتوبر 2018 استثمرت موانئ دبي العالمية المشغلة الإماراتي العالمي للموانئ ما لا يقل عن $442 مليون في تطوير ميناء في بربرة بأرض الصومال. وترى أبو ظبي أن مثل هذا الوجود في القرن الإفريقي وسيلة لها للمساعدة في السيطرة على التدفقات التجارية عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وهو قناة عالمية رئيسية للشحن البحري. وبدلا من ذلك من المرجح أن يكون الاتصال لإعداد تدريب جديد للمجندين الصوماليين قد جاء من خلال مصر التي تتمتع بعلاقات قوية مع أعضاء أقوياء من الدائرة الداخلية لمحمود بما في ذلك رئيس المخابرات الجديد مهد صلاح الذي درس في القاهرة.